السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي طريقة عمل الباقلة مع الخبز بطعمها الأصيل، وراح نتعلمها خطوة بخطوة. عندي هنا باقلة مثل ما تشوفون، الباقلة العادية اليابسة نشتريها من الأسواق. راح نضيف إلى المي نغسلها كلش جيدا، لأن طبعا مثل ما تعرفون الباقلة دائما بيها الأتربة، فلازم نغسلها كلش زين، يعني نغسلها مرة مرتين حتى تصفي المي مالها. بنات مثل ما تشوفن راح غسلناها ونظفناها، راح نتركها لمدة ليلة كاملة، ونضيف عليها معلقة مال الصودة. هسه بعد ليلة كاملة مثل ما تشوفون كلش الباجلة ما شاء الله الحباية مالتها كبرانة وشربانة مي. راح نغسلها مرة ثانية، لأن احنا حطينا لها صودة، لازم نغسلها من الصودة كلش جيدا، ونضيف لها المي النظيف، طبعا المي العادي البارد. وراح نضيفها بالجدر، وراح نحطها، طبعا انتوا عندكم جدرية ضغط بكيفكم، اني طبعا طبختها بجدرية الضغط. وهسه بعد مرور تقريبا نصف ساعة من الوقت بنات استوت عندي. راح بس اضيف لها ملعقة من الملح فقط. هنا ما تحتاج اي اضافات، اذا جيت اضيف لها اضيف لها بعدين. هسه راح اضيف لها ملعقة ملح فقط بس، وراح نبلش بالصب. بنات هنا عندي اني شربة طبعا ثاردة رغيف من الخبز، حسب انتو كميتكم تحطون رغيفين ثلاثة بكيفكم. هي هيش طريقتها تصير. طبعا حطيت لها وحطيت المي مال الباقلة شربتها، وهاي الباجلة ما تحتاج يعني اي اضافات بعدين. اذا تحبون بنات بهاي المرحلة تضيفوا لها الدهن الحر، الدهن السمن العربي يسمونها، كلش كلش طيبة علي. طبعا انا راح اضيفها ويا البيض. هنا بنات عندي بيضايتين طبعا خفقتهن وحطيتهن على دهن حر. الدهن العربي اللي قلنا له قبل شوية، هو اللي دهن، هو سمن العربي كلش طيب على هاي الأكلة. وهسه راح نضيف البيض اللي خفقناه بالسمن العربي مباشرة على الباقلة. بنات أتمنى أنكن تجربنها مع البطنج، كلش طيبة. راح نضيف آخر مكون اللي هو البطنج فوق البيض. والليمون والبصل كلش طيبة، أتمنى أنكم تجربونها. إن شاء الله تكون هذا الفيديو نال إعجابكم، فاتكم ولو بمعلومة بسيطة. أتمنى أنكم تضغطون اللايك والاشتراك، وتضغطون زر الجرس يصلكم كل الشعارات، ومع السلامة.